كذا زبون يجي لنا بالمنبار دوت منتن من ايه بقى؟ ان هي الحاجه بتطلع من العجل ولا بتتغسل ولا بتتعمل زي ما هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي يا جماعه انا بعرفكم حاجه للجماعه اللي بيذبحوا ايه عجول مثلا وبيذبحوا ضان ولا الكلام ده كله. لازم اول ما المنبار يطلع من العجل او الكرشه لازم تتعمل على طول. انا هوريكم دلوقتي ايه ده المنبار اهو. دي اسمها الدوريه اهي. دي الدوريه اللي بيبقى فيها المنبار. المنبار دلوقتي انا هطلعه قدامكم ولازم تطلعه وتبعته على طول يتنضف، مش تطلعه وتسيبه كده وخلاص. تخلي الجزار يطلعه لك. اهو بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه اهو اللي احنا بنفصل الدين عن المنبار. بنفصل الدين عن المنبار عشان في ناس مثلا تروح مطلعه المنبار دوت من العجل وتسيبه بقرفه بجلته بكله والمنبار ينتن منه. كذا زبون يجي لنا بالمنبار دوت منتن من ايه بقى؟ ان هي الحاجه بتطلع من العجل ولا بتتغسل ولا بتتعمل زي ما هي. دي طبعا الدوريه البقري بتاعت العجل يعني اسمها الدوريه، احنا مسمينها دوريه. تخلي الجزار اللي بيذبح لك العجل حتى يعملها لك لو ما فيش حد بتاع كوارع جنبك ولا حاجه. ادي بص يا جماعه سهله قوي اهي. حرام الحاجه دي دلوقتي غاليه يا جدعان. حاجه زي كده تنتن منك ولا حاجه مش هينفع. اهو بص يا جماعه اقل ما فيها المنبار يطلع من الدين كده اهو. يا جماعه انا كده خلصته. وده عجل صغير يعني اهو. المنبار كده طلع وراه له يا محمد. ودي الدوريه بتاعته. دي الدوريه اللي بتتعمل سمينه عند بتاع المصنع. انا خلصت اهو طلعتها من العجل. اعمل ايه بقى؟ انا بكلم الجماعه بقى الستات في البيت. الجزار مثلا يقول لك انا ما بعرفش فيها والكلام ده كله. انت تروح جايب اول المنبرايه وتروح عامل كده في الحنفيه بقى ولا اي حاجه. بصوا يا جماعه انا بمشي الميه عشان الوساخه تطلع منه. بص اهي عشان الوساخه تطلع كلها من اهي. انا كده خلصت اهو. بصوا وراح عامل كده شيل شويه ميه وراح عامل كده اهو. شوف الفرق بين الاولانيه ودي. قرب عليها كده يا محمد. وريهم المنبار كده اهو. بص الوساخه اللي طالعه في الطشت اهي. خش دي حاجه بس ايه صغيره. بص المنبار وتحط بقى في الفريزر وبعد كده توديه حد ينضفه لك. هي دي اللي انا بقول لك لازم تعملها. العجل يتذبح. العجل يتذبح والكرش العجل يطلع والمنبار تروح انت ماشي فيه ميه. وادي المنبار اهو. السلام عليكم ورحمه الله ورب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك. السلام عليكم.